السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة مهمة جدا. معاكم أنا هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. استشارات كتير عن موضوع الخيانات الإلكترونية. أول حاجة، أنا إيه لو أنا زوجي المثل ولا قدر الله عرفت إن هو بيكلم واحدة على النت، أنا رد فعلي إيه أو أنا هواجه المشكلة دي إزاي؟ لان طبعا حاجات كتيره واستشارات كتير جات لي بسبب الموضوع ده. اول حاجه، ممنوع المواجهه، ما ينفعش تواجهيه. يعني مش تقولي له مثلا انت بتعمل كذا كذا وانا مسكتك وانا شفت كذا وانا فتشت في كذا، القصص دي خلاص تمنعيها. باسلوب غير مباشر، بتخشي تكلميه او بتكلميه بتقولي له حبيبي، شفت مثلا انا في واحده زميلتي مثلا زوجها عمل كذا وكذا وكذا، ولقيته مثلا بيكلم واحده بتتكلمي معاه بشكل غير مباشر على حد تاني، وهي تصرفها كان كذا وكذا وكذا، وسابت له البيت والبيت اتخرب والولاد وتبداي انت تقولي له ايه اللي انت هتعمليه، بس بايه؟ بشكل ايه؟ غير مباشر. فهو بالتالي هيعرف ايه اللي انت عاوزه تعمليه او ايه اللي انت هتعمليه لو هو عمل كده. فهو حتى لو بيعمل حاجه زي كده هيقف عنها. تمام. فكره انك على طول تذكريه بالله، يعني لو علاقتك بربنا وبيه كويسه جدا مش هيلجأ لحاجه زي كده. انت مادام انت محتوياه ومادام ايه اللي هيخليه يلجأ لواحده على النت؟ انا عارفه طبعا ان في رجاله، معذرة في اللفظ يعني، النقص عندهم عالي، حتى مهما كانت زوجته بتعمل ايه وايده صابعها على العشرة شمع، ففي نقص عندهم. النوع ده كده، يعني ربنا يعين الحريم عليه، ده انا مش بتكلم عليه، ده اصلا نوع مبتلى، هي ابتلت بزوج كده. تمام. انا بتكلم عن النوع اللي بيبقى عباره عن شويه نزوات. يعني انا مثلا في واحده دخلتني فانا كراجل ده دي معجبه بيا، طب ايه المشكله لما اكلمها كده ومش في حاجه وكده؟ يعني الراجل اللي هو بيبقى مظبوط بس ده بتبقى في حياته نزوه، انا اتعامل معاها كده، اتعامل معاها بشكل غير مباشر، بحيث انا افوقه، اذكره بربنا، اذكره احنا عندنا اولاد واطفال المفروض نخاف عليهم، المفروض ان انت اللي بتعمله في بنات الناس او اللي انت بتعمله ده هيترد في عيالك، هيترد في كذا، هيترد في كذا. يبقى انت بتوعيه وبتفهميه بطريقه غير مباشر من غير ما تجرحيه. فكره انك تواجهيه او معنى صح تقللي ثقتك فيه، او ان انت تقول او اللي انت تقولي له مثلا انا مش واثقه فيك ومش انت واثقه فيك، والقصص اللي احنا بنسمعها دي كلها، دي انت كده بتخربي على بيتك او بتخربي علاقتك بزوجك. المفروض ان انت لما تشوفي زوجك اصلا كده تقربي منه اكتر، تشوفي هو ايه اللي عاجبه في البنت اللي على النت دي. لو هو زوجك محترم فعلا ودي نزوه، انت بقى عارفه زوجك اللي هو اساسا كده وبيروح يعمل كده وهكذا، يبقى خلاص بقى انت عارفه زوجك ان هو طبعه كده. انا بتكلم عن الناس المحترمه اللي ساعات الشيطان بيضحك عليها وبتدخل تكلم بنات، ده بتقدري تعالجي بيه النقطه دي كده. تمام. نيجي بقى على الرجاله. حضرتك راجل، يعني المفروض انك انت مسيطر على شهواتك واهوائك، يعني ما ينفعش تقع فريسه لاي واحده فاضيه على النت. انت ليك بيتك، ليك التزاماتك، ليك عيالك، ليك زوجتك اللي شقيانه طول النهار وشقيانه وتعبانه عشان توفر لك افضل حياه ممكنه. يبقى حتى لو هي مقصره فيك فانت تلفت نظرها، مش تقعد تكلم واحده على النت. عيب يا جماعه، عيب قوي. يعني انا الواحد بيستعيب الرجاله اللي بيبقوا متجوزين وعندهم 3 4 عيال وبيروح يكلم بنات على النت ولا. فين خوفك من ربنا؟ فين خوفك على عيالك؟ فين شخصيتك وسمعتك؟ فين انت نفسك وذات نفسك وتقديرك لنفسك لما تعمل حاجه زي كده؟ يا ريت نفوق شويه. التكنولوجيا احنا موجوده علشان احنا نستخدمها صح، مش نستخدمها غلط. المفروض انك انت قدوه ومثل اعلى، وثقتك في مراتك فيك وثقتك في مراتك ما تقلش ولا حد يلطها ولا اي حاجه من دي. وخد بالك ان في قصه شهيره جدا ان في ولد بنت عرضت عليه الزنا وان هو رفضها ودخل معذره في اللفظ دخل الحمام ودهن نفسه، وسبحان الله بعد كده البنت قالت له اطلع 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 وطردته بره. ومن ساعتها هو ريحه جسمه مكان اللي دهنه من الحمام ريحته مسك، وربنا ابدله حياه تانية خالص. ففكره انك تصد معصيه فدي من شيمه الرجال، من شيمه الرجال انه بيصد معصيه حفاظا على اهل بيته على علاقته بمراته، وعلى خوفا من الله ومن عقابه بعد كده، على ان اللي بيعمله ده هيرتد فيه وهيرتد في اهل بيته، سواء بنته او سواء قريبته او سواء مامته او سواء فهو هيرتد. يبقى انت مش محتاج حد يبقى رقيب عليك، انت رقيبك الله، لازم تخاف منه. يا رب تكون الرساله وصلت، لان طبعا ده كله او بمعنى اصح دي مشكله كتير بتتكرر. دمتم بخير. الا يا شباب.